الحلو ده؟ ايه الناس الحلوة دي؟ السلام عليكم، يا صباح الفل يا مساء الفل على كل وقت بتشوفوني فيه، اخواتي حبايبي متابعيني الغاليين. يلا بقى نروح بقى في فلوج جايه، وهنخرج بقى النهارده ونقضي اليوم كله بره. بس قبل اي حاجه عايزه اشكركم على متابعتكم وعلى لايكاتكم وعلى كومنتاتكم وعلى كلامكم الحلو الفتره اللي فاتت وتفاعلكم معايا اللي مشجعني ان انا اصور لكم كل جديد كده وانزل لكم الفيديوهات اول باول، وان شاء الله مش هقطع معاكم ونفضل كده مستمرين باذن الله. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، وشكرا على دعمكم النفسي ليا، لان انا الفيديو اللي فات كنت متأثرة نفسيا. وحبايبي اخواتي انا والله انتوا عيلتي التانية، هونتوا عليا كتير، ربنا يجازيكم خير الجزاء عني. فمش عايزه بقى ايه نخش في كلام كتير كده. عايزه اقول لكم ان انا رحت حمام عبده، ده برضو من المطاعم المحببه لقلبي كده. عايزه اقول لكم ان هو التوب يعني، ودايما عاده بنروح اول الشهر لان هو ايه بيبقى محتاج بادجت كده. فهو من المطاعم اللي بجد يعني ارشحها لكم في الرياض. اذا حد جاي لكم زياره الرياض وعايزين توجبوا معاه وتجيبوا معاه حمام عبده، كل حاجه عنده حلوه. تحتاروا بقى تجيبوا بقى محاشي ولا مشاوي. الحمام عنده فتة الموزة دي في القلب، يعني في القلب بتدوب يا جماعه. انا ما ينفعش ان انا اروح هناك وما اكلهاش. والحمام طبعا عنده حدث ولا حرج، هو اسمه حمام عبده. فسواء بقى طلبتيه بالرز بالفريك سيان، انا عامه لازم بقى لما بروح هناك اطلب طبق الشوربه بتاعت الفريك وانزل حماميه. والموزه انا طبعا مش بقدر اكلها، بس اللي هو ببقى عايزه اكل الحمام وعايزه اكل الموزه، فبقول للطريق ايه يعني هاتها وابقى اكملها بقى في البيت واكل بقى براحتي. بس يعني انا مش كل يوم بروح حمام عبده بصراحه. والملوخيه عنده خطيره، الاجواء عنده اصلا والقعده مع الستايل اللي هو عامله في حتة تانية خالص. اللهم بارك يعني. خلصنا وقلنا ايه نطلع بقى على المول، نتمشى شوية، نهضم الاكل اللي اكلناه. وبالمرة كنت محتاجة بقى شوية منظفات وحاجات فحم كده عشان خاطر البخور وهكذا. فاستمتعوا بقى معانا بالاجواء، وهوقف بقى الصوت دلوقتي واشغل معاكم بقى صوت الفيديو ونعيش الاجواء الطبيعية كلها. تعالي نرجع لبابا، نرجع. تعالي هنا، تعالي. يلا يا سلمان. يا كوكو قلب ماما، هي قمري. لفي 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 بالفستان، لفي بالفستان، لفي بالفستان، لفي لفي بالفستان يلا. اطلع اطلع يلا فوق. والله ما حد شايف. لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مين جاي؟ مين جاي؟ مين جاي؟ اوه عايزه
هاتي سيا. يروش اهو، يروش اهو. انا اللي مسحت الروش بتاعه، مش سيا، انا اللي ماما اللي مسحت الروش. الله جديد. الله ماما كوتش. ماما كوتش. الله كيسية. السيليا جميل. عادي لي شراب طيب. صعبة. شرابة. وسع 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 وسع. يا حبيبتي يا حلو، وانت مش حافظاه يا حلو. الجو الحلو. وسع 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 وسع. بابا يلا كايا. ارقص. بابا كايا. بابا جاية. بابا قاعد فين؟ بابا قاعد ورا اهو، عامل السهرية هو ويحيى وياسين. يا بابا، بابا جاية يا بابا. سيدي بتسأل عليك، بابا جاية. بابا كعب. لا عيب عيب. ايه ده؟ عيب. ايه ده؟ خلي الفيديو ده دقيقتين. فرحانة ازاي يا يحيى؟ طبعا اللي عارفيني عارفين ان الخروج كلها عندي كوم، والكروزة في شوارع الرياض كوم تاني خالص خالص خالص. وسوس عطية. اسمه ايه ده؟ حبيبي لا مش اسمه سكلاس. بصوا بقى عندي المراعي تفاح خطير يا جماعه. انا بحب عصير المراعي، اي عصير فيه بحبه جدا، بس بما ان عندي التفاح فقلت اعمل لكم المشروب المفضل هوت سايدر. هو مشروب شتوي اكتر، بس انا مش بيفرق معايا بصراحه شتوي وصيفي، اهم حاجه اعمل الحاجه اللي انا بحبها. تمام. بغلي العصير بتاع التفاح مع عيدان القرفه العود، وطبعا بحط كده عود قرفه في الكوبايه اللي هصب فيها العصير. بتبقى بتعزز الطعم. خطير يا جماعه الميكس بتاع التفاح مع القرفه ملوش حل. اللي ما جربش المشروب بتاع الهوت سايدر ده يجربه على ضمانتي. ولو وصلتي بقى معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسينيش بقى في لايك كومنت حلو زي كده، ولو ما تابعتنيش تابعيني عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. وما تنسوش تكتبوا لي الفيديو الجاي تحبوا تشوفوا ايه بقى، يعني روتينات فلوجات، يعني بتحبوا ايه اكتر. باي باي.